لا يحسن أن يكون هناك تلفاز في مكان مضجعك، في مكان نومك، لأنه من الصعب أن يعينك هذا على أن تقوم في الليل. اجعل حيزا من مكان نومك تضع فيه مصلى ثابت، إذا قمت من الليل لكرب أو لغير كرب، إذا أتيت إلى فراشك، إذا شعرت بخلوة تقف فيه بين يدي الله، واعلم أنك لن تجد شاهدا لك يوم القيامة أعظم من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا القرآن، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة يحاجان عن أصحابهما. حتى من يرى من الناس جواز أن يكون هناك صورا في البيت لا تعظم على قول بعض المتأخرين من المعاصرين، لكن حتى لو قلنا بالجواز فلا يحسن أن يكون هذا في مكان نومك، فإن الروح تصعد إلى الله في منامها، وكلما كان المكان الذي تنام فيه طاهرا وآخر عهدك بالدنيا قبل أن تنام صلاة وقراءة للقرآن، كان حريا بتلك الروح أن تصعد إلى عرش الرحمن وهي طاهرة، فإذا صعدت وهي طاهرة كانت أقرب إلى العرش من غيرها. الله عز وجل يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. جعلنا الله وإياكم ممن طاب جسدا وروحا، وبلغنا الله وإياكم أعلى المنازل وأرفع الدرجات. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.